السناكس والتسالي الصغيرة من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية والتغذية العلاجية جامعة القاهرة، وقدرت أغير حياة أكتر من 5000 شخص على مدار 15 سنة في شغلي كاستشاري في التغذية العلاجية. جسمنا طول الوقت بيكون واخد وضعية من اتنين، يا إما الفيد ستيت يا إما الفاستد ستيت. الفيد ستيت دي معناها إن أنا في أكل داخلي وجسمي مهيأ نفسه إن في أكل داخله. الفاستد ستيت معناها ان جسمك مش شايف ان في اكل داخله، فبيبدا يطلع من الدهون اللي متخزنه جوه. الفيد ستيت بتحصل لما بنبدا ندخل جسمنا اي نوع من انواع المغذيات او الاكل، سواء اكل بكميه كبيره او اكل بكميه صغيره. اما الفاستد ستيت بتحصل لما بنمنع اي مصادر للغذاء يدخل جسمنا وبنعتمد فقط على الميه والمشروبات الدافيه الشفافه. الفكره بقى ان احنا في الفيد ستيت دي جسمنا بيفرز مجموعه من الهرمونات، اهمها هرمون الانسولين، وبيعمل حالة في الجسم اسمها حالة التخزين أو مود التخزين. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت لما بتدي نفسك أي كمية أكل حتى لو صغيرة، بتدي إشارات لجسمك إنه يوقف حرقه ويبدأ مرحلة التخزين. فأنت بقى لما كل شوية بتقعد تتسلى وتدخل جسمك أي أكل حتى لو بكمية صغيرة، فأنت بتدي إشارة لجسمك إنه يوقف حرقه ويزود التخزين، يوقف حرقه ويزود التخزين. فبتفضل تقريبا طول اليوم في حالة الفيد ستيت أو في حالة التخزين حتى وانت بتاكل كميات أكل صغيرة. وده الخطر الشديد لفكرة السناكنج كل شوية حتى لو بتاكل بكمية صغيرة. فلو أنا هنا هتكلم من منظور التغذية كدكتور دايت، فده غلط كبير جدا، لأن انت ما بتديش فرصة لجسمك إنه يحرق أي شيء من الدهون اللي متخزنة فيه. ولو بتكلم من منظور التغذية الطبية فده برضو غلط، لأن كل شوية جسمك لما يفرز هرمون الأنسولين هيؤدي في النهاية لمشكلة مقاومة الأنسولين. فخليك دايما معتدل وركز على 3 وجبات في اليوم، وجبة الصبح ووجبة في النص ووجبة بالليل، وبينهم مفيش أكل نهائي. ونصيحتي ليك ان انت لو تعبان من الاكل الصحي، فافتكر دايما ان طعم الاكل الصحي احلى بكتير من طعم الدواء، وان المجهود اللي انت هتبذله بارادتك وانت رايح الجيم اقل بكتير من المجهود اللي انت هتبذله من غير ارادتك وانت رايح للدكتور في العياده.